طالب مرحلة أولى ابتدائي يتهكم على منهاج القراءة التعليمي بعفوية ويثير موجة من السخرية والجدل بين العراقيين، فماذا هناك؟ الطفل ظهر بمقطع فيديو من داخل منزله وثمة من يقوم بتعليمه موضوع بوق نديم المثبت في مادة القراءة المنهجي. إلى هنا الأمر طبيعي جدا، لكن ما حدث بعدها يبدو مختلفا نوعا ما. الطفل بدأ بطرح تساؤلات عديدة على ولي أمره الذي لم يتمالك نفسه من الضحك بسبب أسئلة الطفل الذكية العفوية في ذات الوقت. ماذا فعل الطفل؟ لنشاهد. بوق نديم. ايه. بوق نديم قديم. ايه. والله. بقر بدران قريب. ايه. وش علينا ببدران يعني؟ وش علينا ببقراتي؟ شلون ايش عليك؟ يصير ايش علينا شعر؟ شلون يقول لك بوق نديم قديم؟ يا فوقها قديم. ايه. سنة جديد. سنة جديد يعني بس مو قديم. ايه. صار الاسبوع مدري فترة مدري. ايه. بقر بدران قريب. ايه بقر بدران قريب. ايه. تفضل. بوق نديم. ايه. بوق نديم قديم. ايه. والله. بقر بدران قريب. ايه. وش علينا ببدران يعني؟ وش علينا ببقراتي؟ شلون ايش عليك؟ يصير ايش علينا شعر؟ شلون يقول لك بوق نديم قديم؟ يا فوقها قديم. ايه. سنة جديد. سنة جديد يعني بس مو قديم. ايه. صار الاسبوع مدري فترة مدري. ايه. بقر بدران قريب. ايه بقر بدران قريب. ايه. تفضل. هسه شو علينا ببدران وش علينا ببقرات؟ لا فوقها البوق قديم. سؤال ذكي للغاية بعيدا عن نباهة الطفل الذي بدأ وكأنه غير مقتنع، وحتى أنا حقيقة لست مقتنعا تماما. غير مقتنع بما مكتوب في المادة بهذه الطريقة. يعتبر هذا الفيديو وما جاء على لسان الطفل الأكثر طرافة على منصات التواصل الاجتماعي، فبخفة دم الطفل وحركاته وتساؤلاته غير المتوقعة لاقى إعجاب عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل، وعلى ما يبدو أن البوق قد سبب إزعاجات كثيرة ليس للطالب فقط بل لأولياء أمورهم أيضا. ففي فيديو آخر أعيد تداوله مجددا لأب يدرس ابنه الطالب موضوع البوق المنهجي لكن بأسلوب خاص ومميز. بوق نديم قديم. بوق نديم قديم. نديم يقود بقر بدران. نديم يقول بقر بدران. بقر بدران قريب. بقر بدران قريب. نعلى بدران شلع قلبي بدران. نديم. بوق نديم قديم. بوق نديم قديم. نديم يقود بقر بدران. نديم يقول بقر بدران. بقر بدران قريب. بقر بدران قريب. نعلى بدران شلع قلبي بدران. ماذا فعل بنا هذا البوق منذ أن كنا صغارا وحتى هذا اليوم؟ على اختلاف الأجيال يعانون من نفس الموضوع ويقرؤون نفس المادة. بوق نديم قديم. نديم يقود بقر بدر. بقر بدر قريب. وإلى نهاية ما كتب في مادة القراءة، وكان الله في عون أولياء أمور الطلبة والطلبة أيضا. على العموم هناك تعليقات وردود أفعال جاءت على مقاطع الفيديو المتداولة كما تابعناها، ونبدأ مع التعليق الأول من أم يزن تقول في تعليقها: ما عجب الوضع. هي تتهكم على الطفل وأنا سوف لن أقرأ هذا التهكم احتراما للطفل. يقول أو تقول: عبالك رجال فدوى لعمرك، طفل كيوت وخفيف دم وينحب، الله يبعث لك الهنا مثل ما ضحكتني. لو فوقاها يمثل شلون يسوي حركات بإيده. يمه فدوى. اي والله صدق، شعلينا ببدران قريب أو بعيد، بوق قديم، احنا شنو ذنبنا؟ سؤال منطقي. وهنا تعليق من زهرة تقول: عبالهم يضحكون عليهم مثل ما كانوا يضحكون علينا نقرأ ونسكت. هذا البوق صار له أكثر من 40 سنة
اوف ركضني ويا خيال قريش. نديم وبوق وباشر بإملاء سوي لنا مناشدة بروح أهلك خلي ينقرض ويخلصنا. تعليق من غيث يقول سؤال من ناحيته العمرية جدا منطقي. احنا شعلينا ببقراته. المشكلة والطامة الكبرى الأساتذة يعاملون الطفل اللي يجاوب بأنه أذكى طفل ويميزونه بدرجات عن زملاء، في حين العلم أثبت أن الطفل اللي يتمكن من صياغة الأسئلة هو الأذكى والأجدر بالقيادة. ماذا قال أسامة عن بوق نديم وبقراته؟ يقول أسامة: هل بوق نديم قديم؟ كتاب إلهي نزل من السماء، ترى منهجكم حتى على الطفل ما يعبر. الأجيال الحديثة تغيرت وباتت تنتمي إلى وعي وزمن غير زمن القراءة الخلدونية. ما كان يقنعني وأتفاعل معه بالأمس ليس بالضرورة مقنعا لأبناء هذا الجيل. القراءة يجب أن تتحدث.